أنا لست مسؤول عما تقوم في دولة الكويت من مراعاة للسعودية. أنا مواطن ورثت أرضا، ورثت ثروات أبا عن جد. أنت مواطن، ولكن أنت نائب وأنت ضمن الهيكلية السياسية الكويتية أيضا، يعني هناك مسؤولية جداً. أيضا عليك، مسؤولية سياسية. المؤسف أنهم لم يعملوا اعتبارا لهذا. لما كنت في البرلمان الكويتي وفي دولة الكويت، وحرصا على ما تفضلت فيه، كنت دائما أراعي هذه الحساسية، أراعي البلاء اللي ابتلينا فيه في منظومة دول مجلس التعاون، أن والله تعالوا واتحدوا على أمور للأسف بالأخير وصلنا إلى التعاون على الإثم والعدوان، في السكوت على مشاركة. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى عناوين بعض الصحف العربية ومن ثم نعود لهذه الحلقة من آخر طبعا. مشاهدينا الكرام، يعني كما تابعنا قبل قليل عندما كان يتحدث الدكتور عبد الحميد دشتي، كان هناك محاولة من قبل بعض الأشخاص في داخل القاعة لمنع الدكتور عبد الحميد دشتي من مواصلة هذا الكلام، ونتابع هذه الصور التي لا تزال تأتي مباشرة. دكتور عبد الحميد، هل تسمعني الآن؟ لا. نسمع الآن صوت الدكتور عبد الحميد دشتي، ويبدو أنه يعني يناقش هذا الشخص بأسباب منعه من الاستمرار في الحديث مباشرة عبر سكايب. دكتور عبد الحميد، دكتور عبد الحميد، يعني صوتك مباشرة لا يزال على الهواء. هل تسمعني الآن دكتور عبد الحميد؟ ألو. نعم، إذا كنت تسمعني لو سمحت، ما هي أسباب منعك من قبل يعني هذا الشخص الذي رأيناه في الصورة؟ صبحكم الله بخير. دكتور عبد الحميد دشتي، يبدو أن الدكتور عبد الحميد لا يسمعنا، ولكن يعني نحن كنا نسمع صوته قبل قليل وكانت تردنا هذه الصورة، وشاهدنا طبعا بأم العين صورة منع الدكتور عبد الحميد دشتي من مواصلة الحديث لقناة الميادين حول الأسباب وتداعيات يعني القرار الصادر بحقه من المحكمة الكويتية، وأيضا قبل ذلك من المحكمة البحرينية، والتهم الموجهة إليه بالإساءة للمملكة العربية السعودية من خلال اتهامها بالإرهاب فيما يتعلق بالعمليات التي قام بها التحالف السعودي